والله ما نسكتوا على هذه المسائل هذه. شوف راه نسكتوا على الظلم، على الاستبداد، نصبروا اسيدي على هذا الشيء ديال الغلاء المعيشه وهذا الشيء ديال الباك صاحبي، نصبروا عليه، ولكن الدين ديالنا راه ماشي نصبروا عليه. خص الناس يهضروا في هذه المواضيع هذه اللي كتهمنا حنا كمسلمين. ما يمكنش واحد مسيحي واحد يهودي عايش مرتاح في المغرب وكتزيد تقلب لي على وسائل الراحه اكثر من على حساب الدين ديالنا، على حساب العبارات ديالنا. غليتوا المعيشه، ما خليتوا الفقير فين ياكل. كتخرج كتبغي تقدا جوج بطيطات وجوج ماطيشات كتقام عليك ب 100 درهم وساكتين وحامد الله وشاكرين. كنقول الحمد لله بعدا كاين هذيك ماطيشه وكاين داك البطاطا. الدين ديالنا بعدوا عليه، عطيو اتساع الدين ديالنا، عطيو اتساع للشعائر الدينيه ديالنا. وحيد الاذان اخويا، حيدوا الاذان حتى هو راه تيديرونجيهم. حيد الاذان راه تيدير. دابا ولينا حنا في بلادنا خصنا نعيشوا وفق الشروط ديال هاد الناس هادو. انا صراحه مريض وما فيا ما يهضر، ولكن هذا الموضوع هذا اللي شفت ضروري خصنا نهضروا عليه. هذا الشيء ما خصوش يمر مرور الكرام، يعني هذا الشيء هذا كله راه زاد على حده. انا دابا سمعت خبر وتاكدت منه وحاولت انني نقلب ولقيت باللي فعلا خبر صحيح وحقيقي. بزاف ديال المنابر بارطاجاوه على اساس ان بلادنا ولات دايره واحد القرار. انا بالنسبه لي قرار شنيع جدا، قرار خايب وما فيه ما يتشاف وما فيه ما يتسمع، انه غادي يتم حذف جميع العبارات الدينيه من سيارات نقل الاموات. علاش يا سيدي؟ هو قال لك لتحقيق مبدا التعايش والمساواه مع 0.3% من المواطنين المغاربه. دابا اليهودي والمسيحي واش حنا ما متعايشينش معاهم؟ واش كاين اللي كيأذيهم؟ واش ما عايشينش بخير وعلى خير؟ قلب على البلدان كاملين في العالم كامل غادي تلقى العنصريه وتلقى بزاف ديال الاذى كيتعرضوا ليه الناس اللي ماشي من المواطنين الاصليين ديال ذاك البلاد. ولكن حنا عندنا في المغرب اليهودي عايش مرتاح، النصراني عايش مرتاح، وكل شيء عايش مرتاح. ما كاينش اللي كيتاذى، ما كاينش اللي حتى شي واحد، وحنا ترونكيل الحمد لله عايشين بخير. غادي تجي لا غادي نحذف لا اله الا الله محمد رسول الله، الشهادتين غادي نحيدوهم من سيارات نقل الاموات، وغادي نحيد الايه اللي كيقول فيها الله عز وجل كل نفس ذائقه الموت. علاش؟ لتحقيق مبدا المساواه. يعني مبدا المساواه ما حققش اصلا ولا شنو؟ يعني واش ما محققينش اصلا المساواه والتعايش ما بيننا وبين هاد الناس؟ يعني هاد المسائل هذه كتضر في الخطر وما خصناش نسكتوا عليها، والله لن نسكت عليها. هاد المسائل زادت على حدها. البارح جوجات في واحد السيت كوم ولا في واحد السلسله كيستهزئوا بالمحجبات وباللباس ديال المحجبات، ودابا هادو عاوتاني بغاو يحيدوا. قال لك لا غادي نحيدوا لتحقيق مبدا المساواه. واخا سيدي وباش نحقق مبدا المساواه حيدوا المساجد حتى هي، باش ما يكونوش المساجد طاغيين على الكنائس. واش يا سيدي نحيدوا جوج ايات في الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى هما نحيدوهم؟ هادشي هذا راه زاد على حدو. غليتوا المعيشه، ما خليتوا الفقير فين ياكل. كتخرج كتبغي تقدا جوج بطيطات وجوج ماطيشات كتقام عليك ب 100 درهم وساكتين وحامد الله وشاكرين. كنقول الحمد لله بعدا كاين هذيك ماطيشه وكاين داك البطاطا. الدين ديالنا بعدوا عليه، عطيو اتساع للدين ديالنا، عطيو اتساع للشعائر الدينيه ديالنا. وحيد الاذان اخويا، حيدوا الاذان حتى هو راه تيديرونجيهم. حيد الاذان راه تيدير. دابا ولينا حنا في بلادنا خصنا نعيشوا وفق الشروط ديال هاد الناس هادو. هذا هو الغريب والعجيب. انا صحتي كترجف ليا ملي سمعت هذا القرار. ما تبقاوش تعبرونا، ما تبقاوش ديروا لك جص النبض. راه عيقتوا بكل ما تحمل الكلمه من معنى. اليوم غادي نحيدوا الشعارات اللي كاين في سيارات نقل الاموات، غدا نقصوا الاذان. راه كتبرسلوا لي واحد سميتو جاك بغى ينعس الوقيته ديال الفجر. واخويا حنا راه بلادنا حنا مسلمين، الا ما كناش بلد اسلامي مسلم قولوها لينا باش نعرفوا شنو كاين. ولكن راه خلاوها، راه قال لك حنا علمانيين وحنا قال لك دوله ليبراليه. شنو كتسلم لهاد الناس؟ ولكن والله لن تقوم لكم قائمه. والله ما نسكتوا على هذه المسائل هذه. شوف راه نسكتوا على الظلم، على الاستبداد. نصبروا اسيدي على هذا الشيء ديال الغلاء المعيشه وهذا الشيء ديال الباك صاحبي، نصبروا عليه، ولكن الدين ديالنا راه ماشي نصبروا عليه. خص الناس يهضروا في هذه المواضيع هذه اللي كتهمنا حنا كمسلمين. ما يمكنش واحد مسيحي واحد يهودي عايش مرتاح في المغرب وكتزيد تقلب لي على وسائل الراحه اكثر من على حساب الدين ديالنا، على حساب العبارات ديالنا. اخويا مادام انت كتقول لي خصني ندير تحقيق المساواه والتعايش مع الشرائح الاخرى اللي كاينه في البلاد، دير ليه اخويا سياره خاصه به. مادام حنا عندنا مساجد وهم عندهم كنائس وما كاينش اللي كيأذيهم وما كاينش اللي كيوصلهم وعايشين ترونكيل، تمشي تسول اليهودي والمسيحي والنصراني اللي كاين في بلادنا يقول لك حنا عايشين احسن من ما كنعيشوا في بلاداتنا. وتجي انت تقول لك لا لتحقيق مبدا التعايش. دير ليه اخويا سياره خاصه به وكتب بها بالعبريه ولا كتب بالنصرانيه ويمشي فيها ترونكيل، وسيروا دفنوا في المقابر ديال اليهود ودفنوا في المقابر النصارى. ما كاينش اللي قال لك غرام ديال المشكل. ياك المقابر ديال اليهود دايرين لهم حراسه ودايرين لهم اسوار وكذا، والمقابر ديال النصارى كذلك. كاين اللي دوا معاكم، كاين اللي قال لكم شي كلمه ديال العيب. ولكن باش تنوض انت تقول لي نحيد العبارات من السيارات ديال نقل الاموات، هذه راه خط احمر. الا ما كانش المغرب اللي كيجيو ليه الالوف المؤلفه والملايين ديال السياح وعايشين ترونكيل هنايا، ما كاينش اللي كيأذيهم ولا اللي يخسر لهم خاطرهم، الا ما كناش بلد ديال التعايش والمساواه، امتى غنكونوا؟ فهذه مسائل الله يجازيكم بخير خص الناس ما يسكتوش عليها. ما تنساش دير جيم وفولو لاباج